تخيل إنك تمشي في مكان عادي وفجأة الأرض تبدأ تتحرك تحت رجلك. أصوات غريبة تحيط بيك من كل ناحية وظلال بتتفرج عليك. كل خطوة بتقربك من أسرار مش المفروض تشوفها. هل هتجرؤ تكمل المشوار؟ استعدوا، القصة دي هتخليك تحس بالرعب من أول ثانية. السلام عليكم يا عشاق الغموض والرعب في بيت الرعب. النهاردة هحكي لكم قصة من نوع حصلت فعلا، يعني مش خيال سايل وبس، بل شاب لقى نفسه محاصر في بيت زيه أي بيت، لكن ما كانش أي بيت. بيت الصمت اللي لا يسمع غير الهمسات. شدوا فراشكم واقفلوا الباب وخلينا نبدأ. أنا اسمي نادر، عندي 29 سنة وبشتغل مهندس كهرباء في شركة كبيرة. حياتي من بره شكلها طبيعية، لكن جوايا كنت دايما حاسس إن في حاجة غلط، حاجة مش راكبة معايا، زي لحظة بتتكرر في اليوم بدون سبب. عمري ما كنت أتخيل إن الإحساس ده كان تحذير من اللي هيحصل يوم ما دخلت الشقة دي. القصة بدأت لما صاحب البيت القديم قرر يبيع الشقة اللي فوقيا. أنا كنت ساكن في الدور التاني والشقة اللي فوقيا فاضية بقالها سنين. جارنا اللي مات من 3 شهور هو اللي كان قافلها على نفسه. ناس قالت إنه مات بنوبة قلبية، ناس قالت إنه وقع، بس الناس اللي بتعرف الحقيقة كانوا قليلون. الشقة اتعرضت للبيع بسعر خيالي، وفجأة الأرض تبدأ تتحرك تحت رجلك وظلال بتتفرج عليك. جوايا صوت قال لي اطلع شوفها، يمكن تبقى فرصة. طلعت السلم ووصلت لباب الشقة. باب خشب تقيل، لونه غامق، ريحته غريبة زي ريحة ورق قديم مع تراب. أول ما لمست الأكرة حسيت بكهرباء خفيفة، بس طنشت. وفتى إنك تمشي في مكان عادي وفجأة الأرض تبدأ تتحرك تحت رجلك. أصوات غريبة تحيط بيك من كل ناحية وظلال بتتفرج عليك. كل خطوة بتقربك من أسرار مش المفروض تشوفها. أول خطوة جوه الشقة كانت كفيلة تغير حياتي كلها. الجو جوه الشقة كان بارد، مش برد عادي، برد بيشد جوه العظم. النور كان ضعيف رغم إن اللمبات جديدة، والغريبة كان في ممر طويل ممتد من أول باب الشقة لحد آخرها. وقفت قدامه، قلبي بيخبط. الممر كان ضلمة، ما فيهوش ولا باب ولا شباك ولا حتى كسرة نور. بس وأنا واقف سمعت أول صوت، خطوة واحدة جاية من آخر الممر. مشيت خطوة لورا، والخطوة جت أقرب، والنور في الشقة كله وطي فجأة. وبعدين الممر نفسه اتنفس. نعم اتنفس، زي ريحة هوا طالع من صدر بني آدم واقف قدامي، بس أنا مش شايفه. والأغرب لما بصيت للساعة لقيت إن الدقيقة اللي دخلت فيها الشقة لسه هي ولا ثانية عدت، وكأني داخل مكان الوقت فيه مش شغال. هنا بدأت المشكلة، وهنا بدأت قصتي مع الممر اللي ما بيوصلش. بعد ما وقفت قدام الممر قلبي كان بيرقص بسرعة وإيديا متجمدة على المقبض. كنت حاسس إن في حاجة عايزة تسحبني جوه، بس في نفس الوقت فضولي كان أقوى من خوفي. خدت نفس عميق وخطيت خطوة لقدام. الممر كان أطول مما تخيلت، ضلمة سودة كأنها ما بتنتهي. وبين ما أنا ماشي سمعت حاجة، همسة خافتة بالكاد تسمعها. أول مرة حسيت بيها فكرت يمكن هو صدى صوتي، بس صوتي ما كانش واصل بعيد كده. الكلمة كانت واضحة، اسمي نادر. قفلت عيني شوية وقلت لنفسي مستحيل، مين يعرف اسمي؟ أنا في الشقة لوحدي، مفيش حد. بس الهمسة اتكررت بصوت أقوى شوية. الممر كله بدأ يهتز، مش زي حاسس إن الجدران بتتنفس. ورايا صوت خطوات، لكن لما بصيت ورايا مفيش حد.
بس الخطوات مستمرة بتقرب. الهمسة المرة دي جت أوضح: تعالى، إحنا مستنيينك. أول مرة حسيت بالرعب الحقيقي، مش مجرد خوف طبيعي، ده خوف بيغرس في العظم. حاولت أرجع، لكن الممر كأنه طويل أكتر. كل خطوة برجعني لمكان البداية، والساعة على إيدي كانت ثابتة، نفس الدقيقة اللي دخلت فيها. حاولت أصيح، صوتي ما طلعش أو كان ضعيف جدا، كأن الممر بيشربه. ريحة غريبة بدأت تعم المكان، خلتني أدوخ. كنت حاسس إن في عيون بتتفرج عليا من كل حتة، بس لما بص حواليا لا حتة فيها ظل، لا حاجة. وفجأة غصب ظهر ضوء ضعيف في آخر الممر، ضوء أبيض مش طبيعي زي فلاش مستمر. والهمسات اتجمعت في صوت واحد عالي: مستعد. قلبي واقع، حسيت إن الأرضية تحت رجلي بدأت تختفي، الممر بيتسحب جوه نفسي. وكنت عارف لو مشيت خطوة واحدة يمكن مرجعش. وقفت جامد في نص الممر، قلبي بيقفز من صدري وإيدي متعرفش تتحرك. الضوء الأبيض اللي في آخر الممر كان بيتلألأ بشكل غريب، زي عين حد بيبصلي من بعيد. وفجأة حسيت ظل طويل ملوح بحركة بطيئة بس مش طبيعي خالص. لما حاولت أبص ورايا كأن الزمن اتجمد. ظل ما كانش ليه تفاصيل، بس كنت حاسس بقوة وجوده بيشدني لقدام. الهمسات رجعت تاني، دلوقتي بصوت واضح وصريح: يلا لازم تمشي. أول مرة حسيت إن الصوت مش مجرد همس، لأ، كأنه بيضغط على صدري، بياخد مني النفس. حاولت أصرخ، صوتي اتقطع. الخطوات بدأت تتقرب، الممر كله بدأ يهتز تحت رجلي، كأن الممر نفسه عايز يشفوني جوه. حاولت أرجع، كل خطوة لورا كانت بتاخدني لآخر الممر، كأن في قوة غريبة بتشدني لقدام. ظلي ورايا بيكبر، كل ما أبص ورايا ألاقيه أقرب. الضوء الأبيض بدأ ينتشر حواليا، الممر كله اتغطى بضوء بيضامي قوي، وبدأت أشوف حاجات غريبة في الحيطان: وجوه مش مفهومة، عيون مفتوحة، فم مفتوح بيسرح من غير صوت. الهمسة دلوقتي قالت اسمي مرة تانية بصوت أطول، جملة واحدة: مش هترجع لو اتقدمت خطوة. كنت متلجلج، لكن قلبي رفض يستسلم. خطوة واحدة قدام والممر اتغير حواليا، الأرض بدأت تهتز، الصوت زاد، والظل بقى واقف قدامي، تقريبا لمسني، لكن كان كده مش ملموس. شعور مرعب يخليك تحس انك بتختفي. وفي اللحظة دي حسيت ان الوقت اختفى، كل ثانية بقت أبدية، وكل حركة كانت مش معقولة. كنت عارف انه اي حركة خطأ ممكن تكون النهاية. الممر بدأ يتنفس حواليا، والجدران بتصرخ بصوت واطي زي لو حد بيحاول يخرج من تحت الأرض. كل خطوة أخدها كانت أصعب من اللي قبلها، وكأن الممر نفسه بيقاوم حركتي. كنت حاسس بشيء بيشد رجلي زي خيط مرن بيتمد، وحاولت أسحب رجلي ما قدرتش. الكراسي، الطاولات، أي حاجة كنت حاططها على الأرض قبل ما أدخل اختفت فجأة. المكان بقى فاضي بالكامل، والهمسات دلوقتي مش بس ورايا، لأ، كأنها جوه دماغي. وبعدين سمعت صوت تكسير، مش زي خشب بيتكسر، لأ، صوت عميق كأنه أرضية بتنهار تحت رجليا. التفت ورايا، مفيش حاجة، بس الأرض بدأت تتحرك. فجأة ظهر باب صغير على الأرضية، درج لولبي، مفيش أي سبب منطقي لوجوده، ولا كنت شايفه قبل كده. من جوه الباب ظهر صوت همس مختلف عن قبل، مليان خلوف وحزن: تعالى، احنا مستنيينك تحت. ولحظة ما فتحت باب الدرج، ريحة رطوبة قوية نزلت عليا، وحسيت برعشة في كل جسمي. كل خطوة نزول كانت بتخلي الممر يضيق حواليا، والظلام بيشدني أكتر. الهمسات دلوقتي بقت أعلى، كأنها بتتحرك معايا جوه الدرج، صوت غير طبيعي متقطع: مش بعيد، قربنا قربنا قربنا. وصلت لنهاية الدرج، وقفت وشفت غرفة صغيرة تحت الأرض،
ضوءها ضعيف، والجدران فيها كتابات غريبة بالطبشور الأبيض. كل الكتابات غير مفهومة، لكن في نص الغرفة على الأرض كان في شكل شبه إنسان مش واضح التفاصيل، واقف بيتفرج عليا. قلبي وقع جامد والهوا جواه ساكن. فجأة الصوت ده قال لي بصوت قريب جدا من ودني: اتجرأت تدخل؟ خلاص الوقت بدأ. هنا حسيت ايدي بدأت تتحرك من غير إرادتي، خطوة لقدام والممر كله اختفى، وفضلت واقف جوه غرفة مظلمة مفيش أي مخرج ظاهر. وقفت في الغرفة تحت الأرض، ضلمة تقيلة حواليا والهمسات مستمرة، لكن دلوقتي كانت أوضح، كأنها بتنطق جمل كاملة: انت جزء مننا دلوقتي، مش هترجع لو خرجت. وبصيت حواليا، فجأة لاحظت مراية كبيرة على الحيطة المقابلة. في البداية افتكرت إنها مراية عادية، لكن أول ما ركزت نظري فيها ما شفتش وجهي لأي حاجة مشابهة لنفسي. كل ما حاول أبص كان بيظهر لي ظل غريب، جسم طويل ممدود من غير تفاصيل واضحة، بس العيون فيه سودة ومعتمة وبتبصلي بطريقة بتوجع القلب. كل محاولة أتحرك فيها الظل بيتحرك معايا بالظبط بنفس الحركة، وكأن المراية بتقلد كل خطواتي. وكل خطوة أخدها للخلف الظل يقرب خطوة لقدام، وكل خطوة لقدام يقرب خطوة ورايا. حسيت كأن الوقت اتلخبط تماما، كل ثانية بقت أبدية. ثم سمعت همسة تانية أقوى زي صدى الصوت الأول: اتفرج على نفسك، ده مش انت، ده اللي هتبقى عليه. الخوف سيطر عليا، حاولت أصرخ لكن الصوت مش طلع. حاولت أكسر المراية، ركبت إيدي على الحافة ضربتها وسمعت صوت تصدع، بس لما بصيت تاني كل حاجة رجعت زي ما كانت. الظل موجود، المراية ما اتكسرتش. الهمسات بقت أقوى دلوقتي، جاية من كل مكان في الغرفة، من الأرض، من الحيطان، من السقف. انت دخلت، خلاص مفيش رجوع.